بحب اغيظهم. ده كلامك؟ طب ايه بقى العيب هنا فين؟ العيب هنا علينا احنا كمصريين، ولا العيب هنا على اللي سايبينه يعمل كده؟ العيب هنا علينا احنا ولا على اللي المفروض يحاسبوا في الزي اللي بيلبسه في الحفلات اللي بيعملها بره مصر؟ لان طبعا دي صورة البلد. بتكلم جد، دول يتضايقوا دول انت تطلع تمسك علم وتغني اغنية وطنية انت اللي عاملها، معناه ان خلاص عدى؟ لا، يتضايقوا عادي ما يتضايقوا. اللي بيغني الاغنيه الوطنيه دي لابس ايه؟ لابس بدله رقص. طب ازاي في امريكا؟ طب ازاي في اليومين دول؟ ما شفتش حد نجم النجوم. يلا بينا نشوف. ثابت ثابت. اعمل بقى رد فعل الحفله عشان انت عارفه ودارس ده، بس للاسف ذكائك خانك، او ذكاء التيم ورك بتاعك خانك. هتروح اجتماع الرئاسه كده ازاي يعني؟ صدرك كله طالع بره. التوب بيتزحلق والله. والله العظيم ما عارف اقول لكم ايه. في ناس بتفتكر لحد النهارده ان الترند بيجي بالصدفه، بس الحقيقه ان الترند بيتحضر له، وبيتحضر له كويس جدا كمان، والدليل يلا بينا. بحب اغيظهم. محمد رمضان مش بس مغني او ممثل او شخصيه معروفه او نمبر 1، لا 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 لا، محمد رمضان هو مشروع كامل متكامل لفكره ركوب الترند، حتى لو كانت تفاصيل المشروع ده انك تلبس بدله رقص. انا ما كنتش مصدق ان محمد رمضان. وفي امريكا. وبعدين انا عندي اجتماع مع اهم كوادر في الدوله وهنناقش قرارات مصيريه، مش معقول يعني هيسيبوا كل ده ويبصوا على الطب اللي بيتزحلق. امريكا في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، وفي ظل اخواتك اللي بيموتوا، بتطلع على مسرح امريكا ببدله رقص. بدله رقص ما فيهاش كلام. هتقول لي بقى 225 جنيه مصري ومتجمعين ومعمولين. طب كمل البدله بقى وادفع مليون جنيه. من انت محمد رمضان اللي نزلت تفرح الناس وتنزل تلف الشوارع وتفرق ملايين وعربيه مدفع محمد رمضان، وسمعنا عليها بلاوي كتير وسمعنا عليها حكاوي كتير وكان فيها حاجات فيك كتير، بس كان فيها نسبه من الحقيقه، لان فعلا كان في ناس بتكسب في البرنامج، وفعلا الناس كانت بتتصل بيها بارقام عشوائيه. بس الموضوع يوصل لبدله رقص على مسرح امريكا بعد مدفع رمضان؟ لا، خطه مدروسه ومعروف لها ورد فعلها محسوب بالملي. مع المفاجأة الكبرى، الراقصة زكية بيبي. واللي يزعل بقى يشرب من البحر. لا طبعا ما يرضيش النجم محمد رمضان ده. اللي يزعل هيترمي له شويه فلوس مرميه في البرنامج. والغريب انه يرجع تاني محمد رمضان ابن البلد الجدع اللي بيوزع فلوس على الناس ولا اي حاجه حصلت. انسى، مصري هينسى. ده كلامك؟ اللي حصل غير كده. الموضوع اتقلب والدنيا دارت ومحمد رمضان راكب الترند ببدله رقص في امريكا. نمبر 1، يبقى اي حد بعديه هيتعاقب زيه، فمش هيعمل كده. يبقى نمبر 1 اتعلم الادب من مصر. بحب اغيظهم. الراجل اللي ينزل يلبس بدله رقص ويطلع بيها امريكا على المسرح، انا اسف، ما يبقاش راجل يا برنس، ما يبقاش راجل اقسم بالله. فارسهم. بعديه مش هيكررها تاني. ننهي بقى لحد هنا ونشوف حل في الموضوع. شكرا واسف لو انفعلت، بس بحبها وبغير عليها. شرفني بمتابعة واهلا بيك. السلام عليكم.